بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بكل مشاهديني. خسارة الزمالك من شباب بلوزداد 2-0 وخروج الزمالك من دور المجموعات لبطولة افريقيا. فوز الاهلي على القطن الكاميروني 4، ولكن هنشوف لسه مباراة سان داونز بكرة مع فريق الهلال السوداني في السودان. الزمالك النهارده يعني ما ضيعش فرصة، ما وصلش المرمى شباب بلوزداد غير كرة واحدة، وكانت بمجهود فردي، كرة سيف الجزيري. يعني الزمالك في البطولة دي ما يستحقش ان هو ما عملش حاجة عشان يستحق ان هو يصعد الى دور الثمانية. لو شفنا كل ماتشات الزمالك في دور المجموعات كلها ماتشات سيئة جدا، ما عدا مباراة واحدة وهي مباراة الترجي، اللي هي المباراة اللي كانت قبل ماتش شباب بلوزداد، وقدر الزمالك يفوز فيها 3-1. دي المباراة الوحيدة اللي الزمالك عملها كويس في البطولة كلها في دور المجموعات. فالزمالك ما عملش حاجة عشان يعني يصعد إلى دور الثمانية. ما فيش حاجة في البطولة عملها. اتعادل مع المريخ، خسر من شباب بلوزداد رايح جاي، خسر من الترجي، ما فيش غير ماتش الترجي بس. فمجمل البطولة أو مجمل دور المجموعات الزمالك ما يستحقش الصعود لدور الثمانية. كان عندنا أمل كبير النهاردة إن الزمالك يعمل جيم كويس ويكسب شباب بلوزداد، خصوصا ان فريق شباب بلوزداد انا شايفه يعني فريق كويس وكل حاجه، لكن مش بالقوه اللي يعني الزمالك يخاف منها. لكن النهارده لو جينا اتكلمنا بقى على الماتش، النهارده الزمالك ما وصلش لمرمى شباب بلوزداد. بقول لكم كوره واحده بتاعت سيف الجزيري اللي دخل ما بين المدافعين وبمجهود فردي قطع الكوره وحطها، خبطت في رجل حارس المرمى، كانت ممكن دي تبقى هدف. لكن غير كده الزمالك النهارده بيلعب 3-4-3، ويمكن كمان مستر فيريرا قعد سيف فاروق جعفر، اللعيب اللي بيقدر يعني في نص الملعب يلعب شويه على قدام ويساعد زيزو ويساعد سيف الجزيري. النهارده سيف كان قاعد احتياطي. كان في برضه خوف من فيريرا ان هو يهاجم. النهارده ما شفناش اي خطوره هجوميه لنادي الزمالك. يعني الزمالك ما ضيعش فرصه طول الماتش. كل الكور مقطوعه من نص الملعب، من نبيل عماد دونجا ومن اشرف رؤى، ما بتوصلش لسيف الجزيري مستريحه. يعني سيف الجزيري كل الكور اللي واصله له بتجيله كور عاليه وسط المدافعين، مفيش حاجه كده يعني ثرو باس يتعمل اللي هو يروح ينفرد يروح للجون، كره عرضيه تتعمل له بشكل كويس. الزمالك كان النهارده يعني الاستحواذ رايح منه، وحتى طلوع الزمالك بالكره من نص ملعبه ما عرفش يطلع بالكره خالص. يعني المباراه كانت ماشيه، حتى فريق شباب بلوزداد ماسك كوره وكل حاجه وبيسدد على نادي الزمالك، بيحاول من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال كور عرضيه، لكن ما كانش قادر نادي الزمالك خالص حتى يطلع بالهجمه المرتده خالص. كلها حاجات يعني فرديه ومقطوعه، ان ما فيش حد في نص الملعب في نادي الزمالك بيعرف يلعب على قدام، بيعرف يوصل الكوره للمهاجمين. بعد رحيل امام عاشور ما بقاش فيه خلاص البصير اللي بيقدر يطلع الكوره ويقدر يلاعب وينقل فريق نادي الزمالك من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. فريق شباب بلوزداد قدر يفوز بسبب اخطاء الزمالك. يعني شفنا النهارده في الدقيقه 70 فيريرا بيعمل تغييرات، مفروض ان هو عايز يكسب، اروح مطلع سيف الجزيري احسن لعيب في الفرقه واخطر لعيب في الفرقه. يعني عايز انزل ناصر منسي، وانا كنت مع التغيير ده ان انا انزل ناصر منسي، بس ما خرجش سيف الجزيري. ده سيف الجزيري هو اخطر لعيب في الفرقه، هو الوحيد اللي بيحاول، هو الوحيد اللي بنشم ريحه الخطوره منه. فانا شايفه يعني الماتش قلب لصالح شباب بلوزداد، والهدفين جم لصالح شباب بلوزداد بعد التغييرات. يعني انا عندي اعتراض، مصطفى شلبي يخرج مفيش مشكله، ويوسف اسامه نبيه ينزل، ناصر منسي ينزل جنب سيف الجزيري. يعني كنت استغنى عن حد من الدفاع وغير الطريقه بقى ل4-3-3 في اخر ربع ساعه او اخر تلت ساعه عشان اكسب. انا حتى التعادل ما ينفعنيش، لكن فيريرا استمر بنفس الطريقه، طلع سيد نيمار ونزل محمد طارق. ومحمد طارق الماتش ده تقيل عليه، ان محمد طارق برضو الاجواء والجماهير، وما لعبش محمد طارق في اجواء زي كده. فانا شايف كمان ان نقطه تحول المباراه لصالح شباب بلوزداد، اللي شباب بلوزداد انا يعني طول المباراه مفيش الخطوره اللي احنا نبقى قلقانين او الفريق اللي هو يخوف. لكن تغييرات نادي الزمالك انت خلاص منعت خطوره الزمالك، خلاص طلعت اهم لعيب اللي هو سيف الجزيري،
وانا كنت شايف ناصر منسي ينزل، بس ينزل جنب سيف الجزيري عشان الزمالك يجازف في اخر ربع ساعه عشان يحاول يكسب. المباراه فتحت تماما لصالح شباب بلوزداد، سيطروا على الماتش في اخر تلت ساعه، جابوا هدفين وكانوا ممكن يجيبوا اهداف اكتر من كده من نادي الزمالك، لكن الزمالك في النهايه اخطاء النهارده. فيريرا برضو التغييرات هتقولوا عشان الزمالك خسر فهنقول لا، التغييرات وحشه، تغييرات وحشه. ما ينفعش اطلع سيف الجزيري، يمكن ده التغييره الغريبه جدا، ان انا فريق متعادل 0-0 وعايز اكسب في اخر تلت ساعه ما يصعدنيش او ما ينفعنيش غير المكسب، اروح مطلع سيف الجزيري اخطر لعيب في الفرقه. خلي سيف الجزيري وانزل معاه يوسف اسامه نبيه وانزل معاه ناصر منسي واطلع حد من نص الملعب واطلع اشرف رؤى. خلي سيد نيمار، ان محمد طارق ما يستحملش المباراه دي والاجواء اللي كانت موجوده النهارده في الجزائر. فخلاصه الكلام، الزمالك استحق الخساره النهارده. الزمالك ما عملش حاجه في الماتش ان هو يكسب المباراه. بقول لكم يعني الزمالك ما ضيعش فرصه النهارده في الماتش، ما ضيعش فرصه، ما وصلش بهجمه منظمه لمرمى شباب بلوزداد. فخروج الزمالك منطقي بسبب اداء نادي الزمالك النهارده في المباراه المصيريه اللي كان المفروض الزمالك يكسبها ولكن خسرها. وانا شايف ان فيريرا اعتقد خلاص خلال الفتره القادمه، معلومات اللي عندي ان هو هيرحل عن تدريب نادي الزمالك، او اداره الزمالك هتحاول تخليه يمشي بدون ما الزمالك يدفع الشرط الجزائي. النهارده زي ما شفنا طبعا اداء الزمالك ما يأهلوش ان هو يصعد الى دور الثمانيه، ومباراه مخيبه للامال بصراحه بالنسبه لنا. كده الزمالك خارج البطوله خلاص، وزي ما قلت لكم ما عملش اي حاجه في الماتشات كلها عشان يستحق يصعد. ما فيش غير ماتش الترجي. الاهلي النهارده عمل جيم كويس مع القطن الكاميروني وكسب 4-0. وطبعا كهربا تألق النهارده، هاتريك الفريق النهارده. كهربا بصراحه من ساعه ما رجع من الايقاف وهو اهم لاعب في النادي الاهلي او اهم مهاجم في النادي الاهلي، كل مباراه بيلعبها بيسجل فيها. النهارده بيجيب 3 اهداف، والاهلي فاق النهارده على حساب فريق برضه متواضع. فريق القطن الكاميروني فريق متواضع عشان برضه ما نكبرش الاحداث، بس الاهلي قدر النهارده يخرج من هزيمه سان داونز، الهزيمه اللي كانت الاسبوع اللي فات. فمباراه كويسه للنادي الاهلي، ادى بشكل كويس جدا. كهربا زي ما قلت لكم قدر يسجل 3 اهداف. اداء الاهلي النهارده كان مميز، ولكن طبعا ما نقدرش نقيس اداء الاهلي النهارده او نقيمه بسبب ان المنافس متواضع جدا. لكن المكسب في الفوز النهارده ليه مكاسب كتيره، عوده الثقه للعيبه، كهربا ثقته في نفسه بيسجل 3 اهداف، بيرسي تاو سجل، لعيبه كتيره اشتركت النهارده. علي لطفي خد شويه في الشوط الثاني بعد اصابه او بين الشوطين اتغير بسبب اصابه محمد الشناوي. يعني كولر جرب بعض اللعيبه ويبقى استعداد جيد للنادي الاهلي للمباراه القادمه. القصه كلها مصير الاهلي في ايد سان داونز مش في ايد الهلال، في ايد سان داونز. هتقولي ليش معنى مش في ايد الهلال؟ عشان سان داونز لو لعب بمستواه الطبيعي هيعمل نتيجه ايجابيه امام الهلال السوداني. لو سان داونز بيلعب مباراه بقى فيها تراخي وفيها هدوء ومش فارق معاهم المباراه والكلام ده، هيخسر من الهلال السوداني. فالاهلي ايده او مصيره في ايد سان داونز الجنوب افريقيا. هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا ده ما يقللش ابدا من فريق الهلال. فريق الهلال فريق محترم جدا وعمل ماتشات كويسه جدا. الاهلي كمان لغايه دلوقتي في البطوله في دور المجموعات ما عملش اللي يستحق عليه الصعود لدور الثمانيه. حتى يعني ماتشات القطن بس هو اللي كسبها، وماتشات القطن طبعا كل الفرق كسبانه القطن الكاميروني. يعني لما نشوف الاهلي كده مع الهلال خسر، الاهلي خسر من الهلال، الاهلي مع سان داون خسر وتعادل على ارضه. فالمقارنه ما بين الاهلي وسان داونز والهلال لصالح سان داونز والهلال. سان داونز خلاص ضمن الصعود، لكن هنشوف سان داونز هيلعب ازاي بكره امام الهلال السوداني. هل هيلعب بجديه عايز يكسب؟ وانا اعتقد ان فريق سان داونز خلاص يعني صعد وعنده اخر ماتش القطن الكاميروني هيكسبه. فاعتقد ان هو هيلعب مباراه بهدوء جدا بكره، والهلال السوداني مش هيفوت الفرصه. انا اعتقادي كده او حساباتي كده ان الهلال السوداني هيكسب سان داونز بوكس. بس خلينا نشوف المباراه بكره وهنشوف ايه اللي هيحصل. ومباراه بكره هتحدد مين هيصعد مع سان داونز. هل الاهلي هيبقى لسه ليه عنده فرصه وفي مباراه الهلال الاخيره هنا في مصر، ولا الهلال السوداني هيكسب بكره ويخلص القصه ويخرج الاهلي من البطوله؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بكره وبعدين نتكلم بعد ما نشوف ماتش الهلال
وصن داونز. لكن زي ما قلت لكم الزمالك ما يستحقش الصعود، والاهلي حتى الان لا يستحق الصعود. الاهلي لو هيصعد بايد صن داونز. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، وبعدين نتكلم بعد ماتش الاهلي، بعد ماتش صن داونز والهلال ان شاء الله.